هرج أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 35 بجروح حسب مصادر صحية. أحمد السعيدي وتفاصيله. هز انفجاران صباح اليوم وسط مدينة الناصرية. استهدف الأول سوقا شعبيا بواسطة سيارة ركنت قرب منطقة سوق هرج، فيما استهدف الثاني حيا شعبيا بالقرب من شارع الجمعة في مركز المدينة. الانفجاران خلفا قتيلين و35 جريحا حسب مصادر صحية، كما ألحق دمارا كبيرا في منازل المواطنين ومحالهم. طلعنا لقينا مرة محترقت وهي عدله، العامل مالي بالمحل انضرب، والاضرار هاي بعد شوفها تبي البيت هذا، الطفل هذا شوفه بس سوى خلي شوف اختلس وهسه منتهي زين، وما ادري شنو الحل شنو ما عندي. والله الساعة ب7 الصبح هنا قطايع عمال المصدر هنا يتريقون يمين الفرن وعمال الفرن، وجا السيارة من هنا وصار انفجار هنا وتأذت عمال الفرن كلهم. ركضنا من هنا طلعنا هاي المرة تبيع قيامر هنا توفت، ومرة هي وبنها هنا بالسيارة الثانية هم توفت، وطفل وبنية طالبة هنا. وفيما انتقد المواطنون ضعف الإجراءات الأمنية، وجهت قيادة عمليات الرافدين أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بتنفيذ الانفجارين، متوعدة بإلقاء القبض على المنفذين. شنو ذنب هذا الطفل؟ هاي المرأة شنو ذنبها؟ هاي العالم شنو ذنبها؟ وين تروح العالم؟ ما تقول وين تروح؟ أأمن محافظة بالعراق كلها كانت الناصرية، ليش هيك صارت هسه؟ ليش؟ لاحظنا بصمات القاعدة موجودة بالانفجار هذا، سيارة مفخخة استهدفت الناس الأبرياء، وهاي من أفعال وشيم القاعدة يستهدفون الناس الأبرياء. احنا إن شاء الله نبحث على المجرمين ولا بد أن نلقى القبض عليهم ونحيلهم إلى القضاء. إلى ذلك انتقد مراقبون ضعف الجهد الاستخباراتي الذي لم يحد من تلك الاستهدافات رغم استخدام المجاميع المسلحة نفس الأسلوب في تنفيذ العمليات، إضافة إلى تأثير الصراع السياسي داخل المحافظة على المشهد الأمني. بات من الواضح مؤخرا استخدام الجماعات المسلحة الاستراتيجية واضحة في جميع التفجيرات التي ضربت مدينة الناصرية، وهو مؤشر واضح على انعدام أو ضعف الجانب الاستخباري، كما أن هناك محاولة التغطية على هذا الضعف من خلال الخطط العسكرية الاستعراضية التي لا نتيجة منها سوى الإضراب بالمواطن البسيط، كما أن الفراغ السياسي والتشريع الذي تعيشه المحافظة قد يكون عاملا محفزا للجماعات المسلحة على تنفيذ هذه التفجيرات بهذا الوقت بالذات. وسط ما يدور من صراعات سياسية لتشكيل الحكومة المحلية في ذي قار، يسجل مشهدها الأمني خرقا جديدا يعيد الحسابات في وصفها كمحافظة آمنة في ظل تكرار هذه الخروقات بحسب مراقبين. من مدينة الناصرية، أحمد السعيدي، الحرة.